في حاجات بتحصل بهدوء، بس تأثيرها بيغير شكل السوق كله. بالظبط ده اللي بيحصل حاليا في الساحل. الموضوع مش طفرة، ده تحول اقتصادي. عايزك تسأل نفسك سؤال: ليه شركات الكبيرة زي أورا، إعمار، صدق، حسن علام، بالم هيلز بيتسابقوا على عمل مشاريع هناك؟ وليه كل موسم ناس جديدة بتقرر إنها تنقل حياتها هناك؟ الأمر ببساطة: المستقبل بيتكتب على شط البحر. الساحل الشمالي مش مجرد شريط على البحر، ده حلقة وصل ما بين القاهرة والدلتا واسكندرية ومرسى مطروح. كل دول على شبكة طرق واحدة بتتطور يوم عن يوم. وكمان في صناديق خليجية دخلت في شراكة مع مطورين مصريين على أراضي في رأس الحكمة وسيدي عبد الرحمن. ده غير السياحة الخليجية اللي ابتدت تغير وجهتها من أوروبا للساحل. والسؤال الحقيقي هنا: إزاي كمستثمر هستفاد من ده؟ وهستفيد من أهل الخليج اللي بقى يفضلوا يروحوا الساحل بدل من أوروبا، وإن أهل أوروبا نفسهم بقى يفضلوا يروحوا الساحل عشان يستمتعوا بأجمل شط بحر في العالم. أنا بقولك إنك لازم تختار مشروع بيقدم كل حاجة بيدور عليها السياح، وإنه يكون بيقدم كل الخدمات ديت على أعلى مستوى. وده هيضمن لك إن وحدتك تتأجر بسهولة وتعيش أنت وعيلتك في راحة ورفاهية وسعادة. وأنا بخبرتي قدرت أجمع لك أقوى 3 مشاريع موجودين حاليا في الساحل، هيقدموا لك كل حاجة، سواء كاستثمار أو مكان تقضي فيه أجازتك أو مكان تعيش فيه مرتاح على طول. فاضل خطوة واحدة: إنك تكلمني ونحدد مع بعض ميعاد مقابلة 1 to 1 meeting، عشان هقدم لك الرؤية دي من زاوية عمرك ما فكرت فيها أو سمعتها من حد. الرؤية ديت هتخليك تشتري فوراً في الساحل، لأنها مبنية على تواريخ وتسلسل زمني وأحداث. ما تنساش إحنا متخصصين في التاريخ العقاري المصري وإزاي نستثمر فيه.